لقاء وموعد مع المشاهير، والنهاردة معنا نجم من نجوم الزمن الجميل، الفنان الراحل أحمد راتب. سريعة مختصرة في دقائق عن حياته الفنية. ولد الفنان أحمد راتب يوم 23/1 عام 1949، وهو ممثل مصري من مواليد القاهرة. ولد في حي السيدة زينب. أنا قصدي يعني لا تجادل ولا تناقش يا علي، فهذا أمر خطير. بدأ حياته الفنية عندما كان طالبا في المدرسة، وبعد التحاقه بكلية الهندسة انضم لفرقة الكلية، لكنه لم يكمل دراسته بها، وفضل الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه وحصل على درجة البكالوريوس. قدم أعمالا جميلة وكثيرة، ما يقرب من 300 عمل فني ومسرحي ودرامي في دور المساعد منذ السبعينات، ومنها فيلم واحدة بواحدة، والإرهاب والكباب، وبخيت وعديلة مع عادل إمام. اشرب. طيب. ياه، دي سادة. اصلي ما عندناش سكر. طعمها غريب قوي. اصلي ما عندناش بن. نعم. امال ايه اللي في ما عندناش غير زيت خروه. كويس، هايل. ومسلسل السيرة الهلالية والمال والبنون وهند والدكتور نعمان ومسرحية الزعيم. وقدم مسيرة فنية رائعة في الفن الجميل طوال مشوار حياته. اهدي ما تطلع هنا بديت شويه، خلونا اعرف ازاك. الله، ما انا نسمع وبقول لهم ان لازم الشباب دول يكون عندهم طموح، لازم يبقى عندكم طموح، لان انا بيصعب عليا حقيقي الشري قصدي بيهم بنسيهم. فاهمني؟ رحل عن عالمنا يوم 14/12 عام 2016، تاركا خلفه مكتبة كبيرة من الأعمال الفنية الجميلة. دي كانت نبذة سريعة مختصرة عن النجم الفنان أحمد راتب. عنها بس أنا هعلمها إزاي تاخد بالها. انت ازاي تعمل كده؟ عشان تاخدي بالك، لا تسأليني ولا أسألك يا مدرسة الجامعة، وعشان تاخدي بالك كمان ان انا ادرس لاساتذتك، والا ما كنتش وصلت للي انت شايفاه ده.